يومكم جميل ومليان خير وبركة. محتاجة أعرف يا ترى المحتوى اللي أنا بقدمه بيعجبكم ولا لأ، وإيه هي أكتر حاجة بتحبوا إن احنا نتكلم فيها؟ يا ترى سير قديسين ولا شخصيات من الكتاب المقدس، ولا إن احنا نحكي في قصص من الكتاب المقدس، ولا ترانيم؟ أكتر حاجة بتحبوا تسمعوها إيه؟ النهاردة هحكي معاكم عن سفر ملوك الأول إصحاح 17. هنلاقي ربنا طلب من إيليا إن هو يروح لأخاب الملك ويقول له: حي هو الرب الذي أنا وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. في الوقت ده كان موجود أخاب الملك ومراته كان اسمها إيزابل. كانوا للأسف شريرين جدا، وقدروا إن هم يقضوا على الأنبياء، اللي هي مدرسة الأنبياء اللي أسسها صموئيل النبي. ربنا في الوقت ده بعت شخص جميل اسمه عبيدية، قدر انه ينقذ 100 من الانبياء ويخبيهم من ايزابل. خباهم كل 50 في مغارة، وكان بيعولهم بالخبز وبالمية. بس برضو للأسف عبادة البعل انتشرت جدا، وكتر جدا انبياء البعل، ووصل عددهم ل 850 شخص. 450 منهم كهنة البعل، وال400 التانيين اللي هم أنبياء السواري، ودول كانوا بيقعدوا على المائدة بتاعت إيزابل وياكلوا معاها. لما زاد الشر جدا وانتشرت عبادة البعل، كان لازم شخص قوي زي إيليا ينزل ويقف قدام أخاب ويقف قدام إيزابل. طيب اشمعنى المطر يا إيليا اللي انت أمرت ان هو يتمنع؟ المطر يمكن كان عقاب من ربنا لشعبه اللي بعدوا عنه ومشوا ورا إله البعل، وكمان كان عقاب ليهم هم واختبار للإله البعل بتاعهم نفسه، لأن هم كانوا بيسموه إله الطبيعة. طب يلا أنا منعت المطر، خلوا إله الطبيعة بتاعكم يؤمر إن المطر ينزل. بعد إيليا ما بلغ أخاب إن مفيش مطر هينزل غير لما أنا اللي أقول، ربنا طلب من إيليا إنه يروح عند نهر كريس مقابل الأردن ويهرب ويستخبى هناك. طب ليه يا رب أنت عايز إيليا يستخبى هناك؟ تخيلوا معايا لو فضل إيليا مكانه والمطر منزلش، كانوا هيقبضوا على إيليا. طيب قبضوا على إيليا وبرضو المطر اتمنع ومنزلش، ساعتها كانوا هيأمروا بموت إيليا. فراح إيليا سمع كلام ربنا وراح عند نهر كريس اللي هو مقابل الأردن، وكان بيشرب من النهر. طب انت هتشرب بس يا إيليا، مش هتاكل؟ لا طبعا، ربنا كان بيعول إيليا هناك. وتخيلوا بقى كان بيبعت له الغراب هو اللي يعوله. والاكتر بقى الجمال الاكتر ان مش غراب هو اللي بيعول ايليا، ده كان بيعوله بلحمه وخبز، الحاجه اللي هو بيحبها كان بيجيبها ويديها لإيليا من غير ما الغراب يطمع فيها ولا ياكلها، ولا يديها لاولاده ياكلوها. فكان الجميل ان غراب هو اللي يعول ايليا، والاجمل ان كمان يجيب له الحاجه اللي الغراب بيحبها ما يطمعش فيها ويوصلها لإيليا. فكان بيجيب له خبز ولحمه في الصبح ويجيب له خبز ولحمه بالليل. فضل الغراب يعيل ايليا ايام طويله جدا لحد النهر ما جف عشان ما فيش مطر. فربنا امر ايليا وقال له: انزل يا ايليا وروح مدينه صرفة صيدون. يا رب عايز تودي ايليا حبيبك صرفة صيدون؟ دي بلد وثنيه، ومش بس وثنيه، دي صيدون دي بلد ايزابل نفسها. انت عايزه يروح هناك عشان يقبضوا عليه وممكن يموتوه، او ممكن يودوه لايزابل هي اللي تموته زي ما موتت كل الانبياء. ربنا عمره ما هيعمل كده، ربنا هيعين برضو ايليا. وايليا كان عنده ثقة جدا في ربنا انه اللي عاله الفترة دي بالخبز واللحمة والمية هو كمان هيقدر يعينه في وسط كمان اعدائه. سمع ايليا الكلام ونزل لصرفة صيدون، وهناك ربنا بعت له ست جميلة جدا، لقاها بتجمع العيدان اللي هي عيدان حطب، عيدان خشب، عشان هتولع فيهم، وما كانش عندها غير اخر كف زيت، كف دقيق وشوية زيت. كف دقيق يعني حاجة صغيرة جدا، يعني عارفين كف يعني شوية قد كده ملي الكف. فاخرها هتعمل بيهم ايه؟ خبزة صغننة هتاكلها هي وابنها وبعد كده هيموتوا. طيب النهر جف يا ايليا، انت ازاي رايح هناك وبتقول لها اديني اشرب؟ في صرفة صيدون كانوا بيحفروا ويطلعوا مية، اي نعم كانت بتكون مية مالحة شوية بس كانوا بيستخدموها. فلما ايليا قال لها اديني اشرب اديته يشرب، بس ما طلبش منها ميه بس، ده قال لها اديني كمان اكل. قالت له: ده انا ما عنديش غير اخر شويه دقيق وشويه زيت، هعمل بيهم خبزه وبعد كده هموت انا وابني. قال لها: اعملي لي انا الاول اكل
ومقابل ده الدقيق اللي عندك مش هيخلص، والزيت اللي عندك برضو مش هيخلص لحد ما المطر ينزل. الست الجميلة دي كان عندها ثقة في كلامه، قالت له حي هو الرب إلهك. هما كانوا بيعتقدوا ان كل شخص ليه إله. سمعت كلامه وعملت بالفعل الخبزة وعطت إيليا كل، وعملت بقى هي لابنها بعديه وكلت. وبالفعل اتنفذ وعد ربنا على لسان إيليا ان الدقيق عندها ما يخلصش والزيت عندها ما يخلصش. وانتوا عارفين ان ممكن الدقيق والزيت ده معلش الأرملة وابنها وإيليا بس، ده ممكن كمان يكون عال جيرانها وحبايبها كانت بتديهم منه. فضل إيليا موجود في العلية عند أرملة صرفة صيدون، وقعد هناك لغاية ما في يوم من الأيام حصلت حاجة وحشة جدا، إن ابنها مات. فابتدت تصرخ وتقول له إله إسرائيل عاقبنا زمان ومنع المطر، وإنت دلوقتي بتعاقبني على خطاياي وبتموت ابني. يعني هي اعترفت بخطاياها قدام إيليا، وكانت معتقدة إن خطاياها هي اللي خلت ابنها يموت. فإيليا أخد ابنها وطلع على العلية اللي هو قاعد فيها فوق، وفضل يصلي ويصرخ لربنا لحد ما ربنا استجاب لصلاة إيليا وسمح إن روح الطفل ده ترجع له تاني وجاب من الموت. وخد إيليا الطفل ونزله لمامته وفرحت بيه جدا. أرملة صرفة صيدا نتعلم منها إن إحنا ندي من أعوازنا. كان ممكن إن هي تقول لإيليا لا أنا مش هديك، ومحدش كان هيلومها ساعتها، تقول له انا مش هبديك على ابني او على نفسي، انا ما عنديش غير هم دول. لكن هي كان عندها ثقة في كلامه وسمعت كلامه وبدته عن نفسها واديته من اعوازها. نتعلم من ايليا الثقة في كلامه ووعود ربنا. كان ممكن ايليا يخاف وما يرضاش ينزل صرفة صيدون لانها بلد وثنية وكمان بلد ايزابل، ومن المحتمل ان هو يموت هناك او يتسلم لايزابل وتموته. أرملة صرفة صيدا بتفكرنا بالأرملة صاحبة الفلسين اللي أعطت من أعوازها. لما بندي ربنا بيرد لنا أضعاف أضعاف الأضعاف. أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم به. ربنا يدينا نعمة العطاء ويدينا دايما البركة في بيوتنا ويدينا الثقة في وعوده. مستنية تعليقاتكم ان كنتوا تقولوا لي يا ترى محتوايا بيعجبكم، ويا ترى ايه اكتر حاجة بتحبوا تسمعوها. ربنا يستخدمني ويستخدمكم لمجد اسمه القدوس.